موضوع صريح وبتكلم فيه بكل صراحة بكل عامية. حبيبي الغالي، أختي الكريمة، إذا ما تعرفون قولوا ما نعرف، وإذا ما تقدر تسوي الشيء قل من بدري ما أقدر أسوي هذا الشيء. لا توعد الناس وعود كاذبة ولا تعطيهم آمال خائبة. بعض الناس يجي ويقول ولدك ما هو متوظف، عندي جيب ملفه، تلقى الأب المسكين يدفع الأموال، حتى ربما يأخذ تاكسي ويروح للمكتبة ويصور الشهادات، وربما يضع الواتساب عشان يرسل لك الأوراق، وأنت لا بتوظف ولده ولا تعرف أحد. جمعية خيرية تريد منك مال، تريد دعم لمسجد، تريد دعم لمدرسة، تريد لعائلة فقيرة، عندي الأموال، ثم تعطلهم عن أشغالهم، ثم تعطلهم عن أمور دعوية أخرى وعن داعمين آخرين من أجل أن ينتظرونك. الاعتذار في البداية خير، لا توعدهم وعود كاذبة. يقول الإمام الشنقيطي حفظه الله الشيخ محمد حمد المختار: ما اعتذرت من لقاء ولا من موعد إلا اعددت له جوابا بين يدي الله. فما هو جوابي وجوابك في الاعتذارات وفي الكم الهائل من الوعود الكاذبة إلا ما رحم ربي. صلوا وسلموا على محمد.